كانت سياسات ممنهجة استهدف خلالها الشعب المغربي لكي لا يحرك ساكنا أمام كل الخروقات التي ارتكبها، وأن حركة 20 فبراير تتوعد الشعب بأنها لن تسكت ولن تتوقف عن احتجاجها على هذه الأوضاع. وعاشت حركة الشعب المغربي صامدة في وجه الاستبداد. هذا من جهة. دم في عروقك فلن عكسها ولو أعدموا حقوق. انتصار ثورته المجيدة الباسلة وبمقتل الطاغية المخلوع معمر القذافي تكون ليبيا قد طوت صفحة سوداء من تاريخها المعاصر، وهي أخيرا تحررت وبدأت مرحلة انتقالية جديدة. ثانيا مرة أخرى زنقة زنقة ضربة كتافي مسك الفار. زنقة زنقة ضربة كتافي مسك الفار. زنقة زنقة ضربة الكتافي. وألف مبروك للشعب الليبي على هذا الإنجاز التاريخي العظيم. وفي نفس الإطار فقلوبنا مع الشعبين اليمني والسوري، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية البطولية من أجل نيل الحرية والكرامة. فالمحروق علي عبد الله صالح على وحيا جديدا في منطقتنا وزمنا آخر، وإنها لبداية النهاية، بداية إشراقات نور الديمقراطية وسطوع شمس الحرية على دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، والنهاية الحتمية للاستبداد من المحيط إلى الخليج. ارحل ارحل يا مخزن. 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 المحيط إلى الخليج. هكذا علمنا التاريخ الإنساني أن لكل شيء مهما طال له بداية وله نهاية، ولا مجال للماهية والثبات والجمود في قاموس البشرية. وما نسمات ربيع التغيير الديمقراطي لخير دليل. ودمتم للنضال أوفياء. وتحية مرة أخرى للجماهير الزمورية سكان مدينة الخميسات الأحرار المناضلين. شكرا.